مساء الخير على الجميع، ويا رب الكل يكون بألف خير وصحة وسعادة. فيديو جديد أتمنى من الله أن ينال رضاكم وإعجابكم. على السريع كده شوية أخبار عشان ما نطولش على حضراتكم. امبارح طبعا بعد أحداث مباراة النادي الأهلي مع نادي الهلال السوداني، واللي انتهت بفوز النادي الأهلي 1-0، وخلاص قرار الحسم هيبقى في موقعة موريتانيا. ماتش صعب جدا، ماتش صعب، أيوة صعب جدا كمان، ولكن رجالة الأهلي قدها وقدود. رجاله الاهلي، ودايما اللي بيراهن على الاهلي كسبان، دايما الرهان على الاهلي هو المكسب، وان شاء الله تذكره التاهل هتكون من نصيب النادي الاهلي. ولكن النهارده شفنا بيان من الاتحاد الافريقي بيطلب رسميا من لجنه الحكام الرئيسيه للكاف توضيح موقف الحكم من الاحداث اللي شهدتها المباراه، ودفعه لمدافع النادي الاهلي محمد هاني. انا على فكره يا جماعه ما بنتحججش بالحكم، ولا عمرنا هنتحجج بالحكم، والحكم لم يؤثر في نتيجه المباراه على الاطلاق، ولكن سلوكيات الحكم نفسه خرجت بعض اللعيبه عن تركيزهم، وده ما يصحش في الكوره، ده ما يصحش في الكوره. الحكم لازم يكون هو العنصر، اهدى عنصر في المنظومه. انت القاضي بين اللعيبه، ما ينفعش انت اللي تشد، انت اللي تزق، انت اللي تعمل مشاكل، ما ينفعش. ما شفناهاش قبل كده ان في حكم يزق لاعب كده ويروح يتخانق معاه، مع ان لاعب بيطالب بحقه، يعني اللاعب بيطالب بحقه، حاجه عاديه جدا. ولكن انا ما اتحججش بالحكم، والحكم ما كانش اساسا له اي دور في نتيجه المباراه، لم يؤثر بالشكل العام على المباراه ولا نتيجه المباراه باي حال من الاحوال. ولكن سلوكيات الحكم نفسها كانت غير مقبوله، سلوكيات الحكم نفسها كانت غير مقبوله. نروح ل فيلسوف نادي بيراميدز كابتن شريف اكرامي، اللي نزل خطاب مجعلص يا ريتك يا اخي، يا ريتك، نفسي زي ما انت كده مثقف وبسم الله ما شاء الله تكون عالي قوي في الثقافه، كنت تكون عالي كده قوي قوي في كره القدم وفي حراسه المرمى. يعني كان نفسي اشوف الحته ديت عشان اقول عليك انسان ما شاء الله مكتمل، وانسان راقي وناضج ما شاء الله، ما بنختلفش على كده. ولكن كان نفسي اشوف برضو ادائك اللغوي زي ادائك الكروي، ما يكونش فيه اختلاف، ولكن شتان الفارق بين ادائك كلغه عربيه بسم الله ما شاء الله مثقف جدا وعلى الثقافه، ولكن ادائك الكروي عباره عن كريازي، وانت فاهم المعنى ايه. خرج علينا بتصريحات بقى بسم الله ما شاء الله، التستيفات اللي هو بيعملها ديت، ولكن كله كلام في الفاضي. طبعا يعبر عن انتماء للنادي اللي بيلعب فيه. وبالمناسبه يا ريتك كنت وجهت الخطاب ده لناديك، يعني وتقولوا ايه اللي حصل امبارح في احداث ماتش الجيش الملكي، وايه اللي حصل النهارده. الجيش الملكي اعلن في بيان رسمي بيوضح فيه كل الامور. هو انت ليك جمهور يا ابني علشان تمنع الناس التانية من دخول جمهوره؟ قلت الناس التانية بالاتفاق والاحترام ومبادئ كرة القدم ان الناس دي جاية تحضر مباراة، دخلها. هو انت عندك جمهور يا عم، هات جمهورك لو ملى الاستاد ما عندوش مشكلة. الناس ديت لها حصة معينة من التذاكر اديها لها. ليه التعنت؟ ليه التعنت؟ بتعمل مشاكل من لا شيء. ماتش المغرب هيكون عليك صعب جدا جدا جدا، خصوصا من الجماهير، هيكون صعب عليك جدا خصوصا من الجماهير. ضغط الجماهير المغربيه، اسالني انا عن ضغط الجماهير المغربيه، عاشقه بجنون لفريقها، سواء كان ودادي او رجائي او جيش ملكي او نهضه بركان. الناس دي بتنافس كوره وبتحب فرقها بجنون، فالماتش هيكون صعب عليك جدا 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 جدا، غير بقى الضغط من الجماهير وغير ضغط الحكام. فهتقابل بص موقف غير طبيعي انت حطيت نفسك فيه بعنجهيه وقله احترام وتكبر وتعالي. انت ما عندكش جمهور، الناس دي جايه، ما تدخلها عادي، ايه المشكله؟ دخل العدد المسموح به وتسامح مع الباقي، ايه المشكله؟ ولكن اللي طلع منك ان انت ما كنتش عايز تدخل حد، واللي ده اللي فضحه بيان نادي الجيش الملكي المغربي اللي قاله النهارده. وبعدين التصعيد، وكل شويه هتصعد وكل شويه بيان. يا عم ما تصعد يا عم، اتوكل على الله. انت ببلاغ واحد من النادي الاهلي تتسحب الرخصه بتاعتك خالص، تتسحب الرخصه سواء محليا او افريقيا. بالله لو اتطبقت قواعد اللعب المالي النظيف بشكوى واحده من وكيل محامي تابع للنادي الاهلي، انا اوقفك سواء انت او الزمالك اللي بيشارك في البطولات الافريقيه ومديون لطوب الارض، مع ان الاتحاد الافريقي قال لك مفيش نادي هيشارك بصوره نظاميه الا لما يكون معاه خطاب ان معلهوش جنيه لبني ادم.
فلغه التصعيد ولغه الكلام ده احنا عارفينها، في النهايه انتوا الاثنين بطيخ وهترجعوا ورا، سواء انت او الزمالك انتوا الاثنين هتجيبوا ورا. والكابتن ميزو كل شويه اللي عمال يهوهو واللي عمال هو انت اي حاجه عايز تخش بقى للجماهير، اي حاجه تخش بقى على الترند، اي حاجه تعلي بيها نفسك. يا ميزو احترم نفسك بقى يا ميزو، احنا هنصيع على بعض، ما تاريخك معروف يا ابني، تاريخك معروف. انت اول واحد بينط من المركب لما بتيجي تغرق، اقسم لك بالله اول واحد بينط من المركب لما بتيجي تغرق. هو انت يا ابني مش اللي هاجمت الناس دي قبل كده وقلت قعده الجنينه، وقلت كان النادي خرابه، وقلت ومرتضى منصور كان بيشرشح لك طول الليل والنهار، وانت اللي كنت بتقول النادي بيدار بالسحر وكان معاهم ساحر وبيروح ويجي معاهم، والناس المدير رئيس النادي كان بيتدخل في التشكيل ومش عارف ايه، وبيلعب اللي على مزاجه وبيلعب اللي... طب ايه يا ابني؟ يعني هو انت بتناقض نفسك ولا بتناقض مين يعني؟ يعني انت عايز تعمل ايه يا عم؟ فوق بقى يا عم وبطل الصنف المضروب اللي بتشربه ده، مش طبيعي، مش طبيعي والله. تقول كلمه وتنقضها في نفس اللحظه، ده مش سلوك بني ادم عاقل، ده سلوك بني ادم كاس وكوبايه على طول، ملهاش حل تاني، ملهاش حل تاني والله. الانسان اللي بيقول كلمه ويرجع فيها في نفس اللحظه، او يقول كلمه ويتناقض معاها بعد دقيقه او دقيقتين، ده مش بني ادم طبيعي، او ما يعتبرش من البني ادمين، احنا بنسميه حاجه تانية، بس ما اقدرش اقولها لك لان ربنا كرم البني ادم، فانا ما اقدرش اقولها لك. ولكن بطل الصياح وبطل الشغل ده. على النقيض النهارده كان في مباراه لنادي الزمالك، نادي القيم والمبادئ والاخلاق وكل حاجه، اللي طلعوا يقول لك اصل جماهير الترجي عملت مشاكل مع جماهير سان داونز علشان يجاملوا النادي الاهلي. الجمهورين عملوا مشاكل علشان الفريق اللي هيصعد الاتحاد الافريقي يحط عليه عقوبات ان هو المباراه تتلعب بدون جمهور. سبحان الله سبحان الله، في مباراتهم النهارده طحنوا ببعض، في مباراتهم النهارده طحنوا بعض، الفاظ خارجه. في الفيديو موجود، الفيديو موجود على القناه، تقدر تشوفه في اي وقت. الفاظ غير ما تتقالش، مع ان كابتن عبد الواحد ده راجل محترم جدا بامانه. الفاظ اتقالت، لعيبه اتشتمت وردت على الجماهير، الجماهير مسكت في بعض وطحنتها. ليه؟ لان في لعيبه شتمت وناس بتدافع عنها من الجمهور، فالناس اللي اتشتموا من الجمهور مسكوا في الناس بقى اللي بيدافعوا عن اللعيبه ديت، وهاتوا عجن ببعض، وهاتوا عجن ببعض. وده سبحان الله نتيجه كيدك، ان انت كنت عايز تعمل فتنه اتردت لك في نفس اللحظه، في نفس اللحظه، في نفس اللحظه اللي انت كنت عايز تعمل فيها فتنه. زي كابتن بتاع كده الغندور لما كان بيقول لنادي الترجي وايه اللي بيحصل والفتنه، وان في حاجه وان في حاجات وان في محتاجات، سبحان الله بتترد عليك، سبحان الله رب العالمين، في نفس اللحظه بتترد عليك وتيجي فيك انت. استقيموا يرحمكم الله، بطلوا، دي مش اخلاق رياضيين، دي ناس عربجيه. انا ما يرضينيش اللي حصل النهارده في المباراه، ما يرضيش باي حال من الاحوال، ولا حابب اشوفها. احنا هنا محلي بيبقى فيه مناوشات وبتاع معقوله، معقوله، انما الصوره اللي احنا شفناها دي لا تنتمي للرياضه. كابتن عبد الواحد السيد من الشخصيات المحترمه جدا، ما يصحش الالفاظ اللي اتقالت وما يصحش الكلام اللي اتقال. وانت يا كابتن عبد الواحد برضو ما يصحش ترد على اي حاجه باي حال من الاحوال على اي حد من الجماهير، ولكن اراده ربنا فوق كل شيء. هم حاولوا يعملوا فتنه اتردت ليهم في نفس اليوم، في نفس اليوم. سلام عليكم.